حكايتنا النهاردة عن أشهر مواقف الشيخ الشعراوي مع رؤساء مصر. لما اختلف الشيخ الشعراوي مع عبد الناصر بخصوص تدريس الطب والهندسة في جامعة الأزهر، كان الشعراوي مؤمن إن الأزهر أنشأ فقط من أجل دراسة العلوم الدينية، وده كان الصدام الأول بين الشعراوي وعبد الناصر. لكن بعد كام سنة من وفاة عبد الناصر، فوجئت الصحافة باتصال من مساعدي الشيخ الشعراوي ليلحقوا به إلى قبر جمال عبد الناصر. ساعتها الشيخ قال إن رأى في المنام رؤية بتقول: أتاني عبد الناصر في المنام ومعه صبي صغير وفتاة صغيرة، والصبي ممسكا بمسطرة هندسية، والبنت تمسك سماعة طبيب، ويقول لي: ألم يكن لدي حق أيها الشيخ؟ فقلت له: بلى بلى يا عبد الناصر، أصبت أنت وأخطأت أنا. أما الخلاف الثاني كان بين محمد أنور السادات والشيخ الشعراوي. كان علاقة الشعراوي قوية بالرئيس الراحل أنور السادات، خاصة بعدما عينه السادات وزيرا للأوقاف. بدأ الخلاف لما طلبت جيهان السادات من الشعراوي أن يحضر مؤتمر للسيدات في رمضان، وعندما وصل إلى المقر وجد السيدات دون حجاب وملابس قصيرة، فغضب الشعراوي، الأمر الذي اعتبره السادات إهانة لحرمه. نروح للرئيس الثالث مبارك. يمكنك وصف العلاقة التي ربطت بين الشعراوي والرئيس السابق حسني مبارك بأنها علاقة قوية، ومن أكثر المواقف التي أكدت ذلك عندما نجا مبارك من حادث الاغتيال في أديس أبابا. وطبعا ما ننساش الكلمة الشهيرة لشيخ الشعراوي للرئيس مبارك: وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله، فلن أختم حياتي بنفاق، ولن أبرز عنتريتي باجتراء، ولكني أقول كلمة موجزة للأمة كلها: إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعنك الله على أن تتحمل. ودي كانت كلمة الشيخ الشعراوي للرئيس مبارك. رحم الله شيخنا الشعراوي. منسوش لايك وكومنت.